بُص، قبل أي حاجة كده، فأنا كنت أصلًا نزّلت بوست إن أنا اعتزلت والكلام ده، لإن أصلًا الموضوع ما بقاش جايب هَمّه ولا في تقدير ولا في reach ولا في أي حاجة تمام. بس عامةً في كذا واحد دخل يقول لي: ارجع، ارجع، المهم أنا جاي الفيديو دوّة تمام، هاشوف على حسب تقدير الفيديو ده، لو لقيت عليه تقدير هاكمّل، ما لقيتش تقدير يبقى مش مكمّل تمام. تعالَ بس كده أدّيك إثبات بس سريع كده إن النسخة بتطلّع في أي وقت. بُص كده، عندك ده الرقم ده طلع الساعة كام؟ 21:27:49 دقيقة تمام. تمام، دي إثبات من النسخة كمان قبل ما أنا إيه، وقت ما كنت لسه باجرّب النسخة قبل ما أبدأ الشغل عليها تمام، عشان اللي هييجي يقول لي النسخة دي بتاعتي هاطلّع هاشرّده تمام. وعندك دي الساعة كام هنا، بُص الرقم كده طالع الساعة كام، 20:40 دقيقة تمام. بُص الرقم اللي بعده طالع الساعة كام، 21:03 تمام. واللي بعده طالع الساعة كام، 22:31 دقيقة تمام. فأنا جايب لك إثباتات إن النسخة بتطلّع في أي وقت تمام، بس مش دايمًا، أحيانًا بتيجي لها وقت بتقف كده شوية بعدها بترجع تاني تمام. فأنت لمّا بتلاقيها واقفة عادي بتخش تطلب على رأس الساعة تمام. طيب هتقول لي فين الأرقام دي، هاقول لك بُص أنا نقلت منهم على كذا نسخة تمام، ومعايا لسه رقمين على النسخة دي تمام. ولو بصيت على الأرقام اللي هنا وبصيت على الإسكرينات هتلاقي في إيه منها في الإسكرينات اللي أنا باعتها لك تمام. ده رقم أهوّة تمام. وهنخش كده نعمل تبديل حساب، ده آخره 23 تمام. والرقم التاني أهوّة آخره 82 تمام. أنا جايب لك بس الكام سكرين دول كده إيه اللي لقيتهم قدّامي فاهمني. هو أصلًا أنا مطلّع أكتر من كده، وباعت أرقام كتير لناس كتيرة امبارح تمام. خش كده على الإعدادات برضه زي ما أنت شايف ده رقم تاني أهوّة تمام. فأنا جبت لك الإثباتات، تعالَ بقى إيه نخش على الشرح كده على السريع تمام. أول حاجة أنا هاخش أستارت شوية حسابات كده لسافيو تمام. هاخش على البايثون كده وأجيب كام حساب تمام. أنت ما بتعرفش تجيب حسابات طبعًا، فأنا كنت منزّل فيديوهات قبل كده كتير، روح اتفرّج على أي فيديو وبعدها ابقى تعالَ كمّل الفيديو عشان تعرف تجيب حسابات، عشان أنا مش هانزّل حسابات، واللي يقول لي واللي يقول لي ابعت لي حساب أو بتاع أقول له ما فيش منّه الكلام ده تمام. هاحط كده الإيه، أنا واخد كده الأداة نسخ عشان ما ادوّرش عليها كتير، وهاشغّل الأداة تمام. ثواني هاجيب الID والtoken. عامةً أنا كسّلت أعمل حساب جديد، فأنا إيه غيّرت boot من اللي عندي اللي هو كان تواصل خلّيته إيه boot لسافيون تمام. هاجي أحط آدي الID أهوّة تمام، وباحط الtoken تمام. استنى عليه شوية بس كده هيجمّع، هيبدأ يسيب لنا شوية حسابات. أنا عامةً أول ما يجيب معايا حساب واحد بس هاسجل فيه بالنسخة وأوريك شكل النسخة من جوّه تمام. وهاجرّب أطلّع معاكم رقم تمام. بس هاجرّب برضه عرض الساعة عشان يبقى في المضمون تمام. وكده كده عامةً الحسابات اللي أنت هتصطادها دي أحيانًا بيطلع فيها كيروانيا والّا كرونيا حاجة زي كده، كرونيا تمام. وبيطلع فيها أذربيجان اللي هي شغّالة بنسبة 100%، وبيطلع فيها اللي هي لاتفيا، بس نادرًا ما بيطلع لك إيه أوكرانيا أو لاتفيا تمام. أنا حاليًا الأداة اصطادت معايا كام 14 حساب وأنا معاك ما كمّلتش ثانيتين تمام. طيب تعالَ كده هنخش نبُص على الحسابات، شوفها وصلت والّا الأداة بتخرّف تمام. زي ما أنت شايف الأداة إيه جابت حسابات في ثواني، فأنت لو عايز تصطاد حسابات بالسرعة دي وبالسهولة ديّة تمام، أنت كده يعتبر كل account أصلًا كل حساب برقم تمام. فإيه خش اتفرج على الفيديو اللي قبل كده تمام، أو ممكن أسيب لك اللينك في الوصف، لو أنت لسه سايبه في الوصف يبقى إيه اتفرج على الفيديو اللي قبل كده. فأنا هاخد كده اللي هو الuser بتاع الحساب، وتعالَ بقى نخش بقى نشوف النسخة بتاعتنا. النسخة إيه بالشكل الجامد دوّة تمام. كده أنا حاطط على اللوجو بتاعنا يعني وكده. وأهم حاجة أنا عايزك تركّز في الفيديو ده عشان هيبقى فيه باسورد من 4 أرقام هيظهر قدامك على الشاشة، أو ممكن أقوله بصوتي، فأنت ركّز في الفيديو وخلاص تمام. وما تحاولش تقدّم في الفيديو علشان تعرف تطلّع رقم، عشان ما تجيش بعديها تقول لي إيه أنا ما اعرفش أطلّع أرقام والكلام دوّة تمام. تدي لها سماح عادي بدون أي مشاكل تمام. عندك هنا بيقول لك المطول هيطلع المكسيكي تمام، وهنا بيقول لك اليوزر حتة والباص بقى وإيه ما تكترش وخش وما تكترش واعمل إيه اعمل أكي روح. هتخش كده مثلا على اليوزر هنا، وهتقوم حاطط اليوزر اللي أنت خدته، وهتيجي عند الباص هتحط 3 4 حرف اتش كده الباص واليوزر موجودين يعني بيجوا لك مع الأكونت، بيجي لك الحساب والباسورد بتاعه، الموضوع سهل ما فيهوش أي حاجة. وزي ما أنت شايف النسخة سجلت معانا أسرع من كده مفيش، النسخة شغالة طالعة تمام. عندك هنا المطور، وعندك هنا الصداع والكولات والسيتنج والأكات تمام. عندك طبعا أول ما بيظهر لك رسالتين هنا تعرف إن الرقم أسبرجاني، مش هتخش كده الرقم أسبرجاني تمام. عندك هنا هيطلع المكسيكي اليوتيوبر تمام، زي ما أنت شايف أصلا خلفية الشات بالمنظر الفاجر دوت تمام. هي الخلفية مش باينة يعني بالرسالة بس ماشي تمام. عندك هنا طبعا مبارك حبي تمام، وعندك السعر، وعندك إيه الميزة اللي هي برايمر اللي هي المدفوعة يعني تمام. عندك هنا خش لو معاك فلوس تمام، هو نصيحة مني ده لو انت عايز تشتري يعني الخط والكلام الفاضي ده.
عندك هنا بوظها وارجع عيط، عندك هنا اعمل باص للاك، تمام، الاكونت يعني الاك بتاع الدعم، هتلر اليوتيوبر، العب بعيد يلا، زود اكونتات يلا، تمام. عندك هنا اعمل باص لو عايز تعمل باسورد يعني الاكونت وكده، تمام. بيقول لك اعمل باص وبلاش تلعب فيها كتير، مطور هتلر مكسيك اليوتيوبر، تمام. طبعا النسخه دي من تطويري بالكامل، واي واحد هيطلع هيفتح بقه قسما بدين الله ما هخليه بص، انا مش هخليه يمسك التليفون تاني عشان الواحد جد اصلا، تمام. طيب نخش مثلا كده على المطور ديت كده، ونخش مثلا ندوس على الرسالة دي. لو انت مثلا اول ما دخلت الاكونت ما ظهرتلكش اللي هي علامة الشتات دي، يعني ما ظهرلكش المكان ده كده، تمام، ما ظهرلكش اي حاجة في الصداع، اعرف ان الرقم ده كان في حد مشغله قبل كده، او الحساب ايه اللي هو بيبقى فيه تعليقة كده، فاهم، او الحساب مش ناشط، فاهم. فنصيحة مني يعني بلاش تجرب الحساب ده، شوف اي حساب غيره. عايز تجربه مثلا، انت بتحب تجرب الكلام ده، فانت هتيجي عند المطور كده، وهتدوس مثلا على ايه سافيوم سبورت دي، تمام، او هتدوس على اللوجو بتاعي، تمام. هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها الشات، وعندك هنا ايه هذا التطبيق من صنع تطوير هتلر المكسيكي اليوتيوبر، المطور هتلر المكسيكي اليوتيوبر، افجر مطور على الاب، تمام. هتخش كده على الشات، فهيدخلك ايه على الرسائل، فتبعت رساله، تمام، بحيث ان الرسائل تظهر لك هنا، تمام. 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 نخش بقى كده يا ابي على اكات، تمام. عندك هنا زود اكات يلا، تمام. هتخش هنا كده مثلا، بص بقى يا حب من الاخر كده، انت اخرك 3 اكونتات بس، المطور هتلر اليوتيوبر بيحبك فشخ، المطور هتلر المكسيكي اليوتيوبر، افجر مكسيكي على الكوكب، تمام. طيب انت عندك هنا في خيارين، اول خيار هو ان انت ممكن تعمل اك، تمام، يعني اللي هو تعمل انشاء حساب، وممكن تسجل بحساب من اللي هي بتاعت سافيوم، فاهم. انت عندك الخيارتين، بس عامه انت هتيجي تعمل اك عشان ابقى معاك صريح يعني. هتحط مثلا اليوزر هنا، وهتحط باسورد، واي باسورد اللي هو الباسورد يعني بيتكرر مرتين، تمام. وهتعمل اك، تمام. بعد ما بتعمل اصلا احيانا بيجي لك ايرور كده، انا مثلا هجرب معاك دلوقتي، تمام. اي يوزر كده، واحط الباسورد مثلا، اي باسورد، اي مش شرط 4 حرف اتش، فاهم. انا عملته تقريبا 5 حرف اتش، وادوس اعمل اك يلا، تمام. هو بيقول لي الايه الاسم غلط، امسح كده واحط اي حاجه تانية، احط رقم مثلا، تمام. بص من الاخر الحوار ده فكسان، ارجع اتفرج على الفيديو، تمام، وصل لك شويه حسابات احسن، اخوك هتلر عاوز يريحك سكه ودغري، تمام. يا عم مثلا هتدوس اعمل اك كده، اقول لك ويتي قلب يطلع، هتلاقي دلوقتي ظاهر لك رساله ايرور هنا كده، بص في نص الشاشات هتظهر لك رساله ايرور اهي، قلت لك بلاش، تمام. عندك طبعا هنا المطول هتلر اليوتيوبر، عندك هنا اليوتيوب، لو دوست هنا كده طبعا هيوديك على قناه اليوتيوب بتاعتنا، تمام. خد عندك اول رقمين من الباسورد هيكونوا 20، اول رقمين من الباسورد هيكونوا 20 2 0، تمام. تمام. الداتا عندي رايحه في داهيه خالص، هو مش اشكال، هو كده كده هيوديك على قناه اليوتيوب يعني، ارجع الفولو فيها وانت معدي، تمام. نرجع كده، تمام. هنخش على لوجن دي اللي هي التسجيل يعني، انت مثلا لو معاك حساب بقى عايز تضيف حساب تاني، هتخش على كلمه لوجن اهي، يمكن دي الكلمه الوحيده اللي نسيت اعربها في النسخه كلها، تمام. بعدين هتحط يوزر تاني مثلا، انا هاخد مثلا يوزر تاني، تمام. وهجرب حساب دلوقتي، وهجرب حساب، ادي مثلا اليوزر، اخد ده كده نسخ، هجرب حساب دلوقتي، وهجرب حساب عرض الساعه برضه، شوف هي شغاله معايا امتى دلوقتي، فاهم. السكرينات دي كلها كانت امبارح بالليل، تمام، وانا قلت انزل النسخه الصبح، انا اصلا ما كنتش ناوي انزل حاجه. بعدها تدوس خش وما تكترش، فهيطلع معاك حساب تاني برضه اسبرجاني اهو، تمام. انا دلوقتي هفضل الرقم دوت مع النسخه، تمام. وهنعمل تجربتين، تجربه مش على راس الساعه، تمام، والتجربه التانية على راس الساعه، تمام، عشان في نصيحتين مهمين كده كده انا عايز اقولهم لك، تمام. حتى لو ما طلعتش معانا على راس الساعه، يعني طلعت مثلا على راس الساعه بالظبط مثلا، او ما طلعتش عامه، فهي ده بيبقى مشكله في النسخه الاكتر ولا اقل، بتبقى ايه فتره معينه بس بيبقى السيلفر واقف او حاجه، فاهم. لكن انت عامة لو هتسألني على الطريقة المضمونة 100%، تمام، فهي راس الساعة. الطريقة اللي بتشتغل أوقات وأوقات، فهي اللي انت تطلب في أي وقت، تمام. وهي امبارح بصراحة أنا جربت النسخة 3 مرات، أنا نزلت النسخة وجربتها 3 مرات، يعني بصراحة النسخة فضلت شغالة معايا شوية حلوين، طلعت منها حوالي 4 أو 5 أرقام ورا بعض كلهم زي ما انت شفت في السكرينات كده، تمام. فأنا نجرب دلوقتي، احنا هنشيل الرقم دوت، تمام. وهنحط نجرب نطلع رقم، احنا عملنا حسابين دلوقتي هنطلع واحد منهم، 8 2 3 8 4، تمام. انا هنقله دلوقتي على التليفون التاني، تمام. والتليفون التاني خلي بالك عليه حسابين برضه، بس مش عارف افتح الكاميرا، تمام. ثانية نجيب الرقم، 8
884. اسحب الرقم واجيلك. وعايز اقول لك على حاجه كمان، الارقام دي شغاله معدل عشان تبقى واخد بالك. الارقام دي بتشتغل معدل بنسبه 70% او 80%. ده غير ان انت لما بتاخد الرقم بتقدر تعمل له اللي هو تحكم بخطوتين على طول مباشر، فاهم؟ لان الرقم ما بيكونش شغال قبل كده، معظم الارقام كده، فاهمني؟ انا معاك ان الفيديو طول وكل حاجه، بس برضو عشان ابقى انا مديك الفيديو من النهايه، وكده كده الفيديو ده لو ما خدش حقه فبلاها شغلنا احسن. تمام. طيب احنا دلوقتي فاضيين النسخه، هنطلع بقى نخش تاني على سافيوم. تمام. اوريك بقى تريكايه حلوه. مثلا انت تيجي هتدوس على الرقم كده اللي بيقول لي انسخ الرقم ازاي، انت هتدوس عليه بس كده وتشد تديله نسخ. مش حاجه يعني، هتطلع كده وهتخش على النسخه هنا. بس اهم حاجه تكون بتطلع على نسخه رسميه، وهتمسح التلات حروف التلات ارقام اللي هم 994 اللي هم بتوع رمز الدوله، تمسحهم من هنا. تمام. تدي له واحد التالي كده. تمام. وتيجي هنا بقى توقف. استنى كده يعني. انا هطلع بقى في حاجه انا نسيتها، واللي هي ان انا سايب الاداه شغاله. لا تمام، مش شغال. تمام. هخش كده على سافيوم، منزل بقى شريط الاشعارات بتاعك كده. عايز اوريك حاجه. شايف كلمه اونلاين دي؟ لازم تبقى متاكد ان انت وانت بتطلب الكود جاي لك اونلاين. تمام. انا دلوقتي هطلع، هي دلوقتي اونلاين. تمام. انا مركز عليها، هديها نعم. تمام. وهنزل وانا بطلب الكود انا هدوس على كلمه اونلاين دي. تمام. اتاكد ان هو ايه، بيتفاعل معايا. لو جاب لك بيتر سيف مود هوريك الكلمه اللي هتظهر لك دلوقتي. هو دلوقتي قال لي بعد ساعه. تمام. ليه؟ انا كده كده مش طالب على راس الساعه وجايب لي اونلاين خلاص، يبقى انا المشكله ايه مش من عندي. يبقى انا هجرب احاول كمان مره امتى، على راس الساعه. تمام. انا هعمل رقم غير صحيح دلوقتي وهوريك حاجه. انا عايز بقى اطلع من النسخه كده عشان تظهر لي ايه الكلمه اللي انا عايزها. استنى. عايز اوريك في كلمه بتظهر كده اسمها بيتري سيف مود. دي بتظهر لما انت بتكون موقف النسخه. عامه كده كده انا هوقف الفيديو دلوقتي. تمام. لحد ما نيجي على الساعه ونجرب نطلب تاني. تمام. هنحط بس نجهز الاكونت. خلاص. بص دلوقتي انا جربت ادخل اكونت. تمام. ظهر لي النمبر ده اللي هو بص 38 اللي هو 380 ده اللي هو اوكرانيا. تمام. فالرقم ده بنسبه 90% مش شغال. بص بقى الكلمه اللي انا بقول لك عليها اهي، اللي هي باتري سيف مود، هي دي. لو هي ظاهرة كده عندك. تمام. لو الإشعار جالك كده أعرف إن هي مش هتطلب معاك كود. طيب هتقول لي هتعمل إيه؟ هقول لك هتدوس عليها مرتين بس كده. تمام. وهترجع تبص تاني هتلاقيها اتقلبت أونلاين تاني. هستنى رأس الساعة وأجرب معاكم. عندك دوت النمبر اللي احنا حطيناه. تمام. أنا هجرب. أنا كنت فاتح واي فاي دلوقتي، أنا فتحت الداتا. تمام. وهجرب على الداتا. تمام. يمكن المشكلة عندي في الواي فاي عشان ضعيف ولا حاجة. لو طلع معانا الكنبيه، ما طلعش معانا فاحنا هنجرب على رأس الساعة نبقى في المضمون. الساعة دلوقتي خلي بالك لسه و48 دقيقة. تمام. يعني هي لسه ما جاتش راس الساعة. تمام. بس أنا إيه، أجرب الرقم دوت. تمام. على الداتا أنا كده كده أصلا كنت بطلع الأرقام اللي فاتت دي كلها وأنا فاتح داتا. تمام. فهنشوف كده، شوف هيطلب معانا كود ولا لأ. تسجيل دخول متوفر، يعني دي مش مشكلة نسخ عادي، دي مشكلة في الرقم. تمام. هنجرب رقم غيره. هنجرب الرقم دوت. لو طلع كنبه، ما طلعش فاحنا ايه عملنا اللي علينا. تمام. انا برضو عايز احاول معاك على قد ما اقدر ان انا اطلع لك فيديو، بس ايه عشان يكون الاثبات في الفيديو ولا اكتر ولا اقل. وكده كده مش هقفل الفيديو دوت غير لما اطلع بقى. حتى لو هحاول كذا مره، لو هحاول في 5 6 ارقام مش قصه. تمام. بس ما تخافش انا مش هطول الفيديو يعني. الرقم ده اصلا محروق كود قبل كده. بس يا اسطى اهو الرقم اهوت لسه طالع. الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 8 و49 دقيقه. بص الساعه دلوقتي 8 و51 دقيقه. تمام. وده الرقم اهو. تمام. انا كنت المفروض بصور اللقطه دي بس مش عارف. تمام. ما علينا، احنا عامه هنشيل حساب تاني. تمام. اشيل حساب وهجرب لك حساب غيره. هنعمل ازالة حساب ثواني. تمام. خلاص مش عايز الرقم. انا بضحي بالرقم مش عايزه. تمام. انا متهيألي انا كنت بصور ووقفت التصوير ونسيت اشغله. بس عامة ماشي يعني، هنجرب زي ما طلعنا ده هنطلع غيره دلوقتي ثواني. تمام. هنيجي هنا بس نعمل اضافة حساب تاني. تمام. انا هوريك سكرين وانا مش عارف الصراحة ازاي الفيديو ما كانش بيصور، بس يلا. هروح اجيب
انا مش عايز اقول لك بصراحه انا دمي محروق قد ايه، ان انا بعد ما صورت لحظه ان انا سجلت والكلام ده كله، ان هي طلعت ما بتصورش. بس مش اشكال، عادي احنا هنجرب غيره دلوقتي. عامة اديك شفت اثبات اهوت في الفيديو، لو عايز تطلع اطلع، عايز تكمل كمل، انا كده كده مكمل الفيديو لحد لما اخلص. ومش هقول لك رقمين من الباسورد غير لما اطلع رقم، تمام؟ سواء عروس الساعة بقى مش عروس الساعة، تمام؟ فاحنا هنكمل اهو يا عم، وادي الرقم يا عم طلع قدام عينك اهو يا عم، اهو اهو يا عم. معاك من 20 لدقيقة، معاك من 20 ثانية لدقيقة لحد ما الكود يوصل. هتعمل ريفرش بس كده للصفحة، تمام؟ يلا 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 يلا، ما تقلقش. ماشي، هنرجع كده خطوة ونخش تاني ونعمل ريفرش كمان مرة، تمام؟ هي المفروض يعني ما بتأخرش في الكود، يعني من 20 ثانية لدقيقة، تمام؟ لو دوست علامة ترقى كود هتلاقيه باعت، فاهم؟ بيقول لك بعد 10 دقايق، فكده هو بعت كود. نعمل ريفرش كده، وادي الكود سمع اهوت. هنيجي نكتب 3 5 2 8 4 6، تمام؟ انا كل المشكلة معايا ان انا كنت موصل واي فاي وكده، وكان الواي فاي ضعيف معايا شوية، فانا ايه وصلت داتا اهوت زي ما انت شايف فوق. وادي يا عم سجل الرقم بدون اي مشاكل. ايه ده؟ ايه ده؟ انا كتبت كود غلط ولا ايه؟ 3 5 2 4 8 6، أحيانا عكسته. 4 8 6. هناخد الكود نحطه تاني. يقول لك تم التحقق دلوقتي، وهيشغل الرقم معانا بدون اي مشاكل واي خدمه. يا عم دي كده طلع لك اثبات في الفيديو ان انا فعلت رقم مساعد 8:55 دقيقه، يعني مش على الساعه خالص، فانت مش محتاج راس الساعه. بس زي ما قلت لك، لو قعدت تقول لك مثلا اللي هو حاول بعد ساعه والكلام الفاضي دوت، فانت ممكن مثلا لو انت فاتح داتا توصل واي فاي، فاتح واي فاي توصل داتا، الكلام ده فاهم؟ موضوع سهل يعني، وهي بتطلع في اي وقت، تمام؟ وممكن تطلع معاك على طول. بس احلى مسا عليك، واي حد هيخش ياخد النسخه يعدل عليها هشرده. وديني اللي هلمحه انا في حاجه حطها في النسخه ما حد واخد باله منها غير هي نقطه بسيطه كده مميز بيها النسخه. وديني اللي هلمحه واخد النسخه منزلها عنده لا شرده على الاب كله، عشان انا الواحد تعب، خلي بالك، تمام؟ الناس ما عادتش عايزه اللي يمشيها معاها بالحب. ماشي، واحلى مسا عليك يا عم. هتلر اليوتيوبر بيقول لك هو الفقير ما فيش منه اتنين. والفيديو ده لو جاب تفاعل على الرجاله هنزل لكم طرق تانية اجمد من كده واسهل من كده بكتير، تمام؟ بس هنشوف بقى، لو ما جابش تفاعل فيلا الموضوع خلص. يلا بس كده، انا عايز اوريك بس الرقم من جوه، وخد عندك اخر رقمين من الباسورد هيكونوا 20. اول رقمين 20 واخر رقمين 20، يعني باسورد مفيش اسهل منه. انا بس كنت ربطك بالباسورد لاجل ان انت تتفرج على الفيديو الاخر وتشوف الشرح وتشوف الاثبات في الفيديو، ولا اكتر ولا اقل. مش بعمل باسورد عشان انا مثلا احجزك على الفيديو، او ان انا مثلا ابقى عايز اشيل حاجه عندك، لا، انا بعمل الباسورد يا اسطى عشان انت تتابع الفيديو للاخر وتركز فيه، عشان تفهم وتعرف تطلع. اهو يا عم الرقم قدامك اهوت، طلعناه وبدون اي مشاكل. وبس كده، يلا طريق السلامة انت.